ازيك يا ماجد؟ اخبارك ايه؟ انا كويس الحمد ماجد لله. انا عايز اشاركك مشكله عندي. انا مش بحب ارتاح. انا ممكن اشتغل الصبح وبالليل اعمل حاجه فريلانس، ولو ارتحت وفي اسبوع كده رايق على الهادي اتوتر. هو ده طبيعي ولا اللي زي كتير كرجاله، ولا رايك ايه؟ طيب انت الاول ليه شايف ده مشكله؟ يعني ايه اللي انت عانيت منه بسبب الموضوع ده حسيتك انه انا عندي مشكله؟ يعني ساعات بحس ان اللودد بزياده، ستريسد جامد. أوكي. لسه من اسبوع كده كنت قاعد على الكنبه، فقلت لمراتي ياه انا نسيت القعده دي، وحشتني. عارف تفرد رجلك كده وما تفكرش في اي حاجه، باول فشار كده قدامك ومش عايز حاجه تاني. بس ما ينفعش اعمل كده كتير، اتوتر افرك، عارف؟ اوكي. ده طبيعي ولا ده ايه؟ بتهيألي ده يعني في العصر اللي احنا عايشين فيه، دي واحده من الحاجات اللي بتميز العصر ده، اللي هو اللي بيسموها ريستلس لايف، او الحياه اللي ما فيهاش راحه. جري 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 جري. ليه؟ طبعا المشكله اعمق من ان انا اسطحها بالاسباب دي، بس في اسباب احنا ممكن نتلامس معاها. انه طول الوقت الاعلانات واللي حوالينا بيدعونا لنمط حياه اكثر استهلاكيه، بيدعونا طول الوقت انه الحاجات بتبقى اوت ديتد بسرعه قوي. تليفونك بيبقى قديم بعد لما بينزل بشهرين، عربيتك بتبقى قديمه بعد سنه، بيتك بيبقى قديم عشان خاطر فيه الكومباوند الجديد فتح فين. نمط حياتك بيقدم بسرعه جدا. فومو بقى، فايتني حاجه، عايز اجري. انا فايتني حاجه، الناس بتاخد فين وانا باخد فين، الناس بتقضي اجازات. فده بيخليني عشان يعني نمط اكثر استهلاكيه، فده بيخليني انا عايز اكون اكثر انتاجيه علشان اعرف الحق بالركب اللي ماشي، اصحابي اللي اتخرجوا معايا اللي بقوا، والناس اللي انا بشوف صورهم على الميديا طول الوقت. فالدعوه للاستهلاكيه السريعه خلقت جوايا نوع من ان انا عايز ابقى اكثر انتاجيه. فانا شايف انه الاكثر انتاجيه معناها ان اشتغل صبح وليل، اني اشتغل واعمل برايفت بيزنس واعمل حاجه كده واحط انفستمنت و عشان اكثر انتاجيه، علشان اقدر ابقى مواكب اللي بيحصل. طب هو ده مش دورنا كرجالة، ان طول الوقت تبقى مش واقف كده مكانك وبتنمو وبتتطور وبتساعد اللي حواليك وبتسد احتياجاتهم، مختلف عن السنة اللي فاتت وعن قبلها يعني؟ عندك حق، عندك درايف كده. طبعا النمو وان انا ما بقاش واقف محلك سر، ده حاجة نبيلة وفعلا صحية وبتميز الراجل اللي متحمل المسؤولية، انه مش واقف مكانه، انه بينمو وبيقود عيلته انهم يكبروا. بس ايه التمن؟ ولغاية فين انا بعملها بشكل صحي؟ البيرن اوت او الاحتراق الذاتي اللي بيوصلوا للناس بعد لما بشتغل وقت طويل قوي 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 قوي، وبعد ما بعمل حاجات كتيرة قوي، واجي في الاخر اقول راح فين الحاجات دي، وايه التعب، وايه اللي وصلت. واحدة من الحاجات المنتشرة جدا جدا في الرجالة، لأننا مش بنعمل كده بشكل صحي. خليني أحكي لك على واحد مشهور قوي كلنا يعني عارفينه، ستيف جوبز، المؤسس شركة أبل، العلامة الأكثر استهلاكية يعني في الدنيا. ستيف جوبز وهو في الخمسينات أفتكر جاله كانسر، بس هو كان وصل في الكنترول، إنه بيكنترول أكله، إنه مثلا يعرف يعيش يوم واحد بتفاحية، يعني ياكل تفاحية واحدة ويعيش بيها يوم واحد. فالدكاترة قالوا له احنا عايزينك تتحط تحت علاج، وهو قال لا، I can control المرض، السرطان، باللايف ستايل وبالاكل الدايت بتاعي اللي انا هعمله. كلام يحترم. عنده حق. الكلام اللي يحترم ده ضيعه، جاب اجله. ليه بقى؟ واحدة من الحاجات انه انا بعيش حياة كلها جري 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 يا رامي. الفكرة جوايا يعني فكرة مش مظبوطة، انه انا in control، انه حياتي انا عايز احطها under my control. فانا عايز يبقى ليه معايا فلوس كتيرة في البنك علشان اقدر اكنترول الظروف اللي تحصل ايا كانت. لو حصل بنتي تعبت، مراتي حصل لها مشكله، حصلت لي مشكله في شغلي وسبت الشغل، حصل لي ظروف ما، فانا عايز اعرف اهندل واعرف اسيطر. دي الكلمه المفتاحيه. ولما بتعرف تعمل كده، لما بيبقى معاك فلوس كتيره قوي، انه انا مسيطر. دي مشكلة مرعبة. ليه بقى؟ لأنه عمر ما الحياة كانت على مقاسنا أننا نقدر نسيطر عليها. We are too fragile يا رامي. إحنا قابلين للكسر جدا. أبسط مثل وكلنا عشناه من 3 سنين، الكوفيد، حتة
فيروس قد كده، كل حاجه اتشقلبت، كل الخطط نيم الكوكب من الساعه 8 يعني فاهمني؟ صح. فاحنا الفكره الكذبه يعني اللي احنا صدقناها، وصدقنا كذبه عكسها هقولها لك بعد شويه. الكذبه اللي احنا صدقناها انه لما نجري اكتر ان احنا مسيطرين، واننا نقدر نسيطر على الحياه باننا ابقى بشتغل اكتر، مخي اشطر، معايا فلوس اكتر، عندي بوزيشن وكده. عشان كده لو تفتكر في العهد القديم واحدة من الوصايا اللي ربنا كان طول الوقت بيفكر بيها شعبه، اذكر يوم السبت لتقدسه. فكرة الراحة مش بس انك يعني ان لجسدك ولا لبدنك عليك حق، وانك انت محتاج ترتاح عشان جسمك ليه قدرات محدودة لازم يرتاح عشان اعرف كل ده مظبوط، لان احنا برضو بس في الجري انا بفتكر انه لا اتس اندر ماي كنترول. واقول لك على حاجة مشهورة قوي الرجالة بيعملوها، تبقى بتشتغل وتحس ببين ناحية كتفك الشمال كده، فبتقول ايه الفكرة اللي بتيجي في بالك؟ ده برد من المروحة. اكيد ده برد من المروحة، اكيد ده حاجة عبيطة وهتعدي. I'm in control. فأنا مش عايز حاجة تبقى out of my control. لو أنا قلت إنه احتمال تكون بعد الشر علينا، احتمال تكون حاجة في القلب، ده معناها إنه I'm not in control. لا جسمي أجمل مني، لا ليه صوت أعلى مني بالظبط. لا هو اخره برد من المروحه، هطفي التكييف او هجيب مش عارف هعمل الريش كده وخلاص. فكانت الوصيه والدعوه اللي ربنا بيأكد عليها لشعبه يوم السبت ترتاح، ارفع ايدك خالص. you are not in control. خد حجمك كده، سيب الكنترول ليا عشان الموضوع اكبر منك. رخمه قوي دي يا ماجد يعني. وانت بتقول الجمله انا يعني حسيت انه المجتمع هيعيبك بحاجه كده او هيلومك لو انت وقفت على الحقيقة دي. صحيح. انه لا انا هرفع ايدي، انا مش قد الامور، انا في حاجات مش قادر اسيطر عليها. ولا المجتمع هيسيبك، ولا اهلك ومراتك هتسيبك، ولا شغلك هيسيبك. هتحس انه لا انت مش كيبل ولا ايه. صحيح. وده اللي بالظبط كان بيحصل، واللي كان بيخلي ربنا يتدخل كل شوية ويفكر الناس ارفع ايدك. لأني لو سبت نفسي للمجتمع الاستهلاكي هيدعوني للجري، اجري 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 اجري، وانه كل حاجة تتحط under your control. خلينا اديك مثل في الموضوع ده. رام زمان من 20 سنة لو انت كنت حبيت تاكل بطيخ، لو طلعت في دماغك تاكل بطيخ، ده يتطلب انك تنتظر لغاية لما الصيف يجي موسم البطيخ عشان يطلع موسم البطيخ. موسم البطيخ is not under my control. فانت كان لازم ترتاح وتقعد ما تعملش حاجة لغاية لما الصيف يجي وتطلع البطيخ عشان تروح تشتري بطيخة حمراء وتاكلها مع جنب. عادي احنا نعمل بطيخ اصفر وبطيخ من غير بذر. وفي الوقت اللي انت كل حاجة under your، انت مش محتاج ترتاح، انت محتاج انت تقدر تعمل الحاجة اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه. بغض النظر بقى هيطلع طعمها خيار بطيخ، بس هيطلع. وانا من 20 سنة فاتت كان في برامج كده مشهورة كل جيلي كان بيتفرج عليها. مثلا يوم الاربع كان بيجي برنامج اسمه اخترنا لك. فاكر. عشان تستنى اخترنا لك لازم تعمل ايه؟ استنى كل اربع لازم تقعد ما تعملش حاجة لغاية لما يجي يوم الاربع عشان تتفرج على الحلقة. دلوقتي مفيش، it's under your control. صح. افتح البلاتفورم واتفرج على الحلقات اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه، لانه it's under your control. احنا بقى عايزينك ايه؟ عايزينك تجري عشان يبقى معاك التول اللي تخلي البرنامج under your control، والفاكهة under your control، وكل الحاجات under your control. فأول دعوة عايز أدعيها لك إنه صلح الكذبة بتاعة إنه الحاجات ينفع تتحط under my control. الكذبة اللي طول الوقت الناس بتقولها لنا. إحنا أصغر، إحنا كبني أدمين أصغر محدودين، وإنه ربنا بيقول لنا في وقت ارفع إيدك، ارتاح، سيب لي الكنترول. أنا بقى عندي تشالنج مختلف عنك. ايوه. الانتخ. جميل الانتخ. ان انا الليزي بوي اللي هو كده. أيوة. ده وتقعد تتفرج على حاجه بتحبها ومع جنبك طبق ايه دماغك. انا في الغالب يعني بجري هنا عشان ترتاح. لما بسال الناس احيانا يبقى عندنا تريننج عن الفيجن، الرؤية. اما بسأل الناس ايه الفيجن بتاعتكم، انتوا عايشين ليه؟ معظم الناس بيقولوا لي عايشين عشان يجيب بيت على البحر ويخت ونقضي الموضوع. لو انت مشيت في الشارع كده وسألت راندملي بشكل عشوائي ايه يا جماعة مفهومنا عن الراحة،
في الغالب الصوره دي بتيجي بواي اور نظر يعني باختلاف بقى حسابي في البنك عمال يزيد وانا نايم ومرتاح. بالظبط. وبرده في من الحاجات المصطلحات اللي مشهوره جدا بره وبتزيد الفاينانشال فريدم. يعني ايه فاينانشال فريدم او الحريه الماليه؟ انه يبقى عندك استثمارات انكم كده بيدخل طول الوقت، بتجيب لك انكم ما تضطركش انك تشتغل، انزل اشتغل، فتبقى قاعد كده مرتاح وانت مش قلقان انه مصاريفك اللي انت بتصرفه في الشهر هيجي. ورك ليس جين مور، أيوة. معروفه، ده مبدأ بنجري وراه. لو انت بقى سألت الناس على مفهوم كلمه الراحه، عملت كده بحث عشوائي، معظم الافكار هتجيلك في الحته دي. مفيش شغل، مفيش مسؤوليه، قاعد في وضع مريح، شيل بقى اليخت والبحر والبيت اللي على البحر، يبقى مزرعه، يبقى بيت في المالديف، اي حاجه من الحاجات دي. برضو ده تشالنج عنيف. عايز احكي لك حكايه. تسمع عن طائر اسمه طائر الدودو؟ لا. كان نوع من الحمام، عارف الحمام؟ وبعدين في سنه 1500 حاجه و90 في القرن ال16 في جزيرة طلعت جنب جزيرة مدغشقر. عارف جزيرة مدغشقر اللي في أفريقيا؟ في جزيرة كده طلعت في المحيط الهندي اسمها موريشيوس. الجزيرة دي لما طلعت بشكل أو بآخر، الحمام ده راح هناك ولقى المجال المثالي الرهيب للحياة. شجر فاكهة ما تعدش، مفيش أي طيور جارحة ولا حيوانات مفترسة ولا أي نوع من التهديد على الإطلاق في الجزيرة دي. فالطائر بقى بياكل اللي هو المثل الجميل العربي بتاعنا، أكل ومرعى وقلة صنع. أحسن بيئة يتعاش فيها. بص بقى، أحسن بيئة يتعاش فيها. فإيه اللي حصل لكائن الحمام ده؟ ابتدى يتطور، فالأجنحة صغرت جدا والوزن زاد. يعني وزنه بدل ما كانت الحمامة كده، ايوه، وبقى عوامات وبتاع، بقى بدل ما الحمامة مثلا اخرها كيلو ولا حاجة، وصل وزنه 7-8 كيلو. فطبعا ما فيش أجنحة تشيل 7-8 كيلو، فالأجنحة صغرت جدا. المنقار الجميل اللي شكله حلو بتاع الحمام ده طبعا ما ينفعش مع الأكل، كمية الأكل المهولة والفاكهة، فبقى منقار مبعجر كبير، فبقى كائن غريب كده يعني يقطع القلب. بس قد كده وحلو بتاع. وبعدين لا ما طائر، بس طبعا خلاص بطل يطير بقى، مش محتاج. الغريب بقى في الموضوع انه في نهاية القرن ال16 جت سفينة ألمانية، عدوا على الجزيرة دي، فدخلوا الجزيرة لقوا هذا الطائر الفظيع. فطبعا كان بالنسبة لهم اكتشاف، يلا نصطاده. فأول مرة البحارة ابتدوا يصطادوا طائر مش بيجري، يعني البحارة بيضربوا فيه وهو وبعدين اللي يضحك اكتر انه باقي الطيور لما سمعوا صوت الضرب النار افتكروا ان دي حفلة، فبقوا بيجوا مش بيطيروا، فاهم؟ لدرجة انه البحارة ما بقوش يموتوه من مرة واحدة، بقوا بيلعبوا، فبقوا بيركبوا، يعني بدل ما يركبوا طلق اللي هو يعني يوفروا الطلق الجامد، يروحوا طلق بلي او حاجة، فيقعد يصوت يعمل الصوت ده، فالطيور تتلم زيادة، يعملوا حفلة، ينزلوا يلموا. وبعدين المركب مشيت، بس سابوا على الجزيرة قطة وكلب وكام حاجة كده يسابوهم على الجزيرة. بعد وقت قليل قوي القطط والكلاب خلصوا على طائر الدودو ده تماما. ليه؟ لأنه طائر الدودو في السنين اللي هو عاشها ما طورش خالص أي مهارات أو قدرات للمطاردة أو للهروب أو للطيران. كل الحاجات دي اختفت تماما، فانقرض، ما بقاش موجود. ما بقيناش عندنا طائر الدودو، بقينا بنسمع عنه وبنشوفه في الرسومات بس مش موجود. أنا اتخضيت ونفسي، يعني ده تحذير نختم بيه الحلقة: ارتاح بس اوعى تبقى طائر الدودو، مش راحة الأنتخ، مش راحة الدودو. أنا شايف إن دي أحسن ختمة للحلقة يا ماجد. شكرا.